السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد وأخبار جديدة عن الصف الثاني الثانوي والصف الثالث الثانوي اللي هي الدفعة الجاية إن شاء الله 2021. تعديلات في منهج الصف الثالث الثانوي العام القادم في منهج الصف الثالث الثانوي بالنسبة للغة الإنجليزية. حذف الوحدتين التالتة والتلاتاشر وجميع الريفيوهات أو الريفيوز اللي في المنهج كلها هتتحذف، والقصة كمان هتبقى للقراءة فقط. والمواصفات بتاعة الامتحان هتبقى زي مواصفات الصف الثاني ده لحد دلوقتي، يعني الكلام لحد دلوقتي. وممكن برضو يحصل تغيير في بعض يعني تغيير بعض منها مع اقتراب بداية الدراسة، يعني حاجات ممكن تتغير كمان مع بداية الدراسة ان شاء الله. طيب الكلام ده مصدره ايه ولا انا جبته منين؟ ولا الكلام ده الكلام اللي الموجه بتاع اللغة الانجليزية بيقوله لكل مدرسين اللغة الانجليزية. تاني عشان نبقى واضحين، الصف الثالث الثانوي او الناس اللي طالعه الصف الثالث الثانوي هيبقى فيه عندهم تعديل في منهج اللغة الانجليزية. منهج اللغة الانجليزية ده اللي انا اعرف عنه حاجة، يعني الباقي انا معرفش مناهج التانية ايه نظامها. هيتحذف الوحدة التالتة والوحدة التلاتاشر وجميع الريفيوز، والقصة هتبقى للقراءة فقط، ومواصفات الورقة الامتحانية هتبقى نفس مواصفات ورقة الصف الثاني الثانوي اللي انت متعود عليها المفروض لما كنت في تانية بالتابلت. طيب بالنسبة للناس بقى اللي طالعة تانية ثانوي، منهج تانية ثانوي بتاع اللغة الإنجليزية هيتغير كله، هيتم استبداله كله، او هيجي يعني هيشيلوا المنهج ده وهيحطوا منهج جديد. ده برضو بناء على كلام موجهين اللغة الإنجليزية، عشان لما حد يسألني في الكومنتس جبت مصدرك منين، والله أنا بجيب حسب ما بسمع، يعني حسب ما اسمع من ناس موثوق بيها الى حد ما، ودايما بطلع صح، ودايما الحاجات اللي بجيبها بتطلع صح. فما علينا، يعني المنهج زي ما قلت لك هيتم استبداله بمنهج جديد خالص، ده منهج الصف الثاني الثانوي، ده برضه بناء على كلام موجهين اللغه الانجليزيه. هيحصل بقى مش هيحصل مش عارف ايه الكلام ده كله، هنتابع الايام الجايه وهنشوف اتحقق تمام، ما اتحققش هطلع اقول لكم انه ما اتحققش والمناهج هتفضل زي ما هي، وتغير هطلع اقول لكم برضه ايه اللي اتغير ومنهج جديد يبقى هو. الصف الثاني الاعدادي برضه، يعني للي يعرف حد في تانية اعدادي، هيبقى برضو منهج جديد خالص في اللغه الانجليزيه. كل ده انا بتكلم عن اللغه الانجليزيه بس، باقي المواد انا ما اعرفش عنها حاجه عشان اللي هيسالني في الكومنتس عن باقي المواد. تمام. طب تالتة ثانوي تاني عشان الملخص كله، تالتة ثانوي يبقى حذف الوحدتين التالتة والتلاتاشر وجميع الريفيوهات، والقصة للقراءة فقط، ومواصفات الورقة هتبقى نفس مواصفات الصف الثاني الثانوي. بالنسبة للصف الثاني الثانوي العام القادم اللي هم كانوا في أولى وطالعين تانية، تم تغيير أو هيتم تغيير منهج الإنجليزي كله من أوله لآخره، ده بناء على موجهين اللغة الإنجليزية. تمام. في حاجه جديده هبلغها لكم اول باول ان شاء الله، التغيير لو حصل هنزله لكم اول باول، ما حصلش هطلع اقول لكم برده ما حصلش. ودي كانت مجرد يعني كانت مجرد مقترحات او ما لحقوش يعملوها فبداوا بالمنهج الجديد او بداوا بالمنهج يعني القديم من غير ما يعدلوا. ده كان كل حاجه انا حابب اقولها. اشوفوا فيديوهات جايه ان شاء الله، فعشان تضمن ان كل جديد يوصل لك اول باول يا ريت تدوس سبسكرايب او تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. واكيد ان شاء الله ما تنساش تضغط زر اللايك تقديرا ودعما. اشوفكم فيديوهات جايه، مستني الكومنتات بتاعتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.